السلام عليكم متتبعيني الافاضل، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اشراق دياموند. مبارك عواشركم، كي دوزتوا العيد؟ توحشتكم بزاف بزاف، غبرت عليكم، كنعتذر على الغياب. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه تجربتي الصريحه مع هذا الواقي الشمسي هذا ديال ايزيس فاغما. هاد الواقي هذا انا جربته، عجبني بزاف بزاف، وحتى ماما حتى هي جربته وعجبها ووافقها، وبغيت نشاركه معكم باش حتى نتوما تستافدوا. صراحه انا ما عنديش شي مشاكل كبيره في البشره ديالي الحمد لله. بشرتي ماشي دهنيه وماشي حساسه، ماشي حساسه بزاف وماشي دهنيه، انا البشره ديالي جافه. ولكن كنت كنقلب على شي واقي شمسي اللي يكون خفيف وما يثقلش على البشره وما يخليش اثر، وفي نفس الوقت يكون كيرطب البشره. وجربت هذا وعجبني بزاف بزاف، ما نوض ليا الحمد لله لا حبوب لا حتى شي حاجه، وما فيه لا ريحه قويه، وكما قلت لكم ما كيتقلش على البشره. وهو راه هذا الواقي الشمسي هذا راه بدون رائحه، راه ما فيه حتى شي ريحه قويه، هو راه بدون رائحه، وما كيديرش هذيك الطبقه البيضاء اللي كنت خايفه منها. واللي عجبني بزاف هو انني ما حسيتش براسي دايره شي حاجه غريبه على وجهي، يعني حتى شي وحده جرباتو ما غتحس بالازعاج منه، خصوصا البنات اللي ما متعوداش دير واقي شمسي. صراحه حتى انا من قبل ما كنتش كندير واقي شمسي، ولكن مني وليت كنسمع على اهميه الوقايه من الشمس قررت ناخذ واقي شمسي ونبدا نديرو. وانا بحال بزاف ديال البنات كنت كنقول راه الشمس ما غاديش تضرني، والبشره ديالي عاديه ما فيها لا حساسيه لا حتى شي حاجه، يعني بشرتي ما حساسه ما والو، علاش غادي ندير واقي شمسي؟ ولكن مع الوقت بديت كنسمع بزاف على التاثير ديال الشمس، الخطوط الدقيقه والبقع والشيخوخه المبكره، وقلت علاش لا اللي ما نجربش ونتعلم نحافظ على بشرتي. المهم كما كتشوفوا هاد ايزيس فاغما في الويد هذا راه ديال البشره الجافه، واخا تبان لكم في الويد كما كتعرفوا في الويد كتكون ديال البشره المختلطه، ولكن هذا راه ديال البشره الجافه، حيت الغلط جاي من الشركه، هما هنايا غالطين، هذا راه ديال البشره الجافه. المهم فيه 40 ملي، ها هو، وراه كيدي لكم، كيدي مده طويله. ها هو راه هذا ماركه فرنسيه. المده الصلاحيه ديالو كتستمر لمده 6 شهور، يعني صافي من ورا ما دوز 6 شهور على هذا المنتوج هذا، سواء بقى لينا ولا بقى لينا فيه ولا ما بقاش لينا، خصنا ضروري نرميوه، حيت صافي الا دازت هذه المده الصلاحيه هذه اللي كتكون في هذه العلبه هذه اللي كتكون هنايا في هذه البلاصه هذه، خصنا دائما نحترموها، حيت الا كملات 6 شهور وبقينا كنستعملوه راه غادي يسبب لك الواقي الشمسي غير حروق في الشمس ديال الشمس، يعني في عوض هو ما يحميك غادي يبدا يسبب لك هو حروق ديال الشمس، يعني ضروري خصنا نحترموا هاد المده هذه. هو كيبقى صالح في مده ديال 6 شهور، يعني من ورا ما دوز 6 شهور خصنا نرميوه صافي، خصنا ما كيبقاش صالح للاستعمال. ولفت عليه وليت كنديرو كل صباح، خصوصا قبل ما كنبغي نخرج. لاحظت بزاف ديال الحوايج مزيانين، البشره ديالي ولات متوازنه الحمد لله، ما بقاتش ناشفه، ما طلعوش ليا الحمد لله حبوب، وهذه كانت اكبر مخاوفي. الحمد لله ما دار ليا لا حبوب لا حتى شي حاجه، الحمد لله وافقني بزاف بزاف. هذا هو الواقي الشمسي اللي كيوافقني. الوجه بقى نقي، ما احمر ما حتى شي حاجه، وحتى ملي كندير مكياج فوقو كيخدم معايا مزيان، يعني ما كيتكتلش، سهل الاستعمال اليومي، ما كيسدش المسام، خفيف بزاف، ما فيش الريحه، هو بدون رائحه، مناسب حتى للبنات اللي اول مره كيجربوا واقي شمسي. كما كتعرفوا الواقي الشمسي خصنا ضروري نعاودوه من بعد ساعتين، وخاصنا ضروري نديروه على بشره اللي كتكون نظيفه، يعني ضروري خصنا ننظفوا وجهنا بالماء والصابون، عاد نديروا الواقي الشمسي ديالنا ونديروه قبل ما نخرجوا للشمس بواحد 15 دقيقه تقريبا، عاد نخرجوا ونعاودوه كل ساعتين.
كما كتعرفوا ما خصناش نديرو غير نقيطه نقيطه في الوجه ديالنا، خصنا نكثروا مزيان الا بغينا الواقي الشمسي يحمينا مزيان من الشمس. الا كنتي كديري غير نقيطه نقيطه راه بحال هكا غير كتضيعي فلوسك في الواقي الشمسي، راه ما غيحميك ما حتى شي حاجه، خصك ضروري تكثري منه. المهم البنات اللي كيقلبوا على شي واقي شمسي يكون زوين وفي ثمن مناسب وما كيتقلش على البشره وما كيخليش اثار وخفيف وما كيسدش المسام وبدون رائحه، غيكون هذا هو الاختيار المناسب لكم. هذا راه واقي شمسي، جربوه بعينيكم مغمضين، راه زوين بزاف بزاف بزاف. وإلا كنتو بحالي كيف ما كنت انا ما عمرك ما جربتي واقي شمسي وكتقلبي على كتقلبي على شي واقي شمسي بهاد المواصفات هادو، كما قلت لكم غادي يكون هذا هو الاختيار المناسب لكم. ما غاديش تحسي براسك يعني تقلتي على وجهك، ما غاديش تحسي بالحراره كتخنقك. انا من بعد هاد التجربه وليت مقتنعه ان الوقايه من الشمس ضروريه. غادي نجربو معكم ونوريكم على يديا كيفاش كيجي. هاد الواقي الشمسي هذا راه امن، راه المكونات ديالو راه امنه، وراه كينصحوا به حتى الاطباء ديال الجلد. انا راه ما جربته حتى بحثت عليه مزيان مزيان وكانت النتيجه مزيانه الحمد لله. المهم غادي نجربو معكم على يديا نوريكم كيفاش كيجي، وراه كما قلت لكم خصكم تكثروا. ها هو شفتوا ما كيبانش في البشره، بحال الا ما دايرين والو، راه خفيف بزاف. وانا صراحه كيعجبني هاد النوع هذا ديال لي زيكرون، بحال الا ما دايرين والو وما فيه حتى شي ريحه، بدون رائحه، مناسب بزاف بزاف حتى للناس اللي عندهم بشره حساسه. شفتوا كانت هذه التجربه ديالي مع هذا الواقي الشمسي هذا، واللي كانت تجربه مزيانه الحمد لله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم ما تنساونيش من لايك بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، وحتى الا ما عجبكمش ديروا ديسلايك. واللي فايته مجربه هذا الواقي الشمسي هذا تشاركي معنا التجربه ديالها في التعليق. وشكرا لكم، واللي كيشوف القناه اول مره ما ننساش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. وشكرا لكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.